كل سنة وانتم طيبين. تعالوا النهارده نعمل كحك العيد بأسهل وأجمل طريقة. هنعمله إن شاء الله بطريقة سهلة جدًا. لو أول مرة تعملي كحك العيد إن شاء الله هيضبط منِّك، لإن هادّيكِ مقادير سهلة. دي المقادير القديمة اللي كانت بتستخدمها جدتي وجداتكم كلها، من غير اختراعات، من غير افتكاسات، حاجة كده بسيطة. وهنستخدم الكوبايات، يعني هاقول لكم السمنة والحاجات هتبقى بالكوبايات، المعيار بتاعنا، عشان في ناس يعني بتستصعب موضوع الجرامات. فإن شاء الله هنستخدم الكوبايات. إن شاء الله سهل جدًا وهيطلع منكم جميل أحلى وأوفر من اللي بتشتروه من برّه 100 مرّة. يالّا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. هنحتاج مبدئيًا كوبايتين ونُص من السمنة، نحطهم كده في حلة. أنا طبعًا مستخدمة سمنة بلدي، تقدري تخلطي سمنة بلدي على نباتي، لكن طبعًا أكتر حاجة مضبوطة لوصفة الكحك هي السمنة البلدي. بيفرق جدًا في طعمه وبيفرق في النتيجة النهائية الصراحة يعني. يعني الحقيقة كل ما جودة السمنة وكل ما جودة المواد الدهنية عمومًا في المخبوزات تبقى أعلى، كل ما بتدّيكِ نتيجة أحسن. وبعدين جبت كيلو من الدقيق، أنا حطيت السمنة على النار يا دوبك تدفى، أكون حضّرت كيلو من الدقيق، يا ريت يكون مخصص للحلويات. وحطيت عليه معلقتين من اللبن البودرة. لبن البودرة اختياري بس هو بيدّي لون وطعم جميل للكحك، ومعلقتين من السكر البودرة، و3، 4 معالق من السمسم. طبعًا براحتك، أنا ممكن تحطي ريحة كحك في الوقت ده أو محلب، بس أنا ما باحبش أستخدمهم الحقيقة، أنا باكتفي بطعم السمنة يعني. هنا بقى السمنة بتاعتي كانت دفيت، أبتدي بقى إيه، أحطها على الدقيق بتاعي. وهاستخدم العجين النهارده، فباستخدم اللي هو الكَف ده. وابتدي بقى إيه، أبِث الدقيق بتاعي والسمنة. أهم مرحلة في الكحك هي مرحلة البَث. كل ما الكحك بيتبَث أكتر، كل ما هيدّيكِ نتيجة أحسن. يعني أنا سِبته في العجّان 10 دقايق. في حالة طبعًا أنتِ ما عندكيش عجّان، وأنا أول مرّة بالمناسبة يا جماعة، يعني السنة دي أول مرّة أخبز بالعجينة، طول عمري كنت بابِث على إيدي. إن أنا باستنى لمّا السمنة تهدى وابتدي أبِث كده بإيدي، وأمسك الكحك كده، يعني أمسك الدقيق كده بين إيديّا هو والسمنة، وأقعد أفرُكهم في إيدي. بس المرحلة دي تاخد منِّك من 10 ل15 دقيقة. أهم حاجة البَث، كل ما يتبَث كل ما ينعم أكتر، يعني تلاقي الدقيق دخل في السمنة أكتر، كل ما هيبقى الكحك معاكِ أنعم، بغض النظر عن كمية السمنة. ابتدي بقى في الوقت ده، أنا سايبة العجّان يبِث الدقيق بتاعي، أبتدي أحضّر الخميرة بتاعتي. باجيب نُص كوباية مَيّة دافية على معلقة من الخميرة الممسوحة، وأأكد إنها ممسوحة، مع معلقة من السكر. ما نكترش الخميرة في الكحك عشان ما ينفش مني والشكل بتاعه يبوظ، يبقى الكحكاية قد كده. أنا مش ده المطلوب في الكحك، أنا عايزاها كحكاية صغيرة. أحط نُص كوباية المَيّة على الدقيق بعد ما اتبس كويس، وأجيب معاه نُص كوباية مَيّة دافية تانية بس. يعني كده المقدار خد كوباية مَيّة دافية، النُص اللي كان مع الخميرة ونُص مَيّة تانية، بس خلاص. أبتدي بقى أسيبه كده يتقلب قليبة كده مع بعضيه، أو يعني ألمه بإيدي. أهم حاجة بس إن هو يا دوبك يتلم. الكحك والنواعم ما بتتعجنش، يا دوبك يتلم كده بالإيدي. أتأكد إن الدقيق دخل في الفم، كده خلاص أنا إيه، وصلت للنتيجة اللي أنا عايزاها. وابتدي بقى أمسك، يعني أحاول أمسك كده كورة كإني هاعمل كحكة، ألاقيها ما بتشققش، أنا كده وصلت للنتيجة بتاعتي. الكحكة ما بتعجنش، هو ده شكل الكحك اللي المفروض يكون. يعني مش المفروض تكون عجينة كورة أو ملساء، إحنا مش بنعمل بيتزا، ده كحك يا جماعة. أنا النهارده عاملاه بأسهل طريقة، يا دوبك حاشياه مكسرات. عايزة تعمليه سادة اعمليه، أنا زي ما باقول لِك عاملاه أسهل طريقة للمبتدئين. فجِبت عين جمل وبندق، وابتدي إيه، أحشي بيه الكحك. أجيب كده كحكاية، أحشيها يا دوبك عين الجمل، وأنقشها بالمنقاش، طبعًا أي شكل أنتِ عايزاه. أنا طبعًا أنا بصراحة طول عمري باستخدم البصامة، لكن أول مرّة السنة دي أستخدم المنقاش. والحقيقة إن المنقاش فعلًا التانية نتيجة أحلى يعني، أحلى من البصامة، لإن الكحكة بيدخل فيها الهوا، فبتبقى طعمها أحلى. يعني ده اللي أنا فعلًا لاحظت إنها أحلى من البصامة. طول عمري باستخدم البصامة. هنا بقى خلّصت كل الصاج بتاعي، حشيته كله عين جمل. ما شاء الله المقدار الدقيق عمل لي الصاج ده مع صينيتين تانيين أصغر شوية. أكون بقى يدخل على درجة حرارة 180. الكحك مش بيتساب يعني مش بيتساب يخمر، هو يا دوبك بنخلّص نقشه ندخّله على الفرن على طول. فرن يكون متسخّن من قبل كده على درجة حرارة 180، يبقى متسخّن من قبل كده ب10 أو 15 دقيقة كمان. يعني يدخل على فرن ساخن علشان ما ينشفش منِّك. أهو، وطلع هنا الكحك بيقعد حوالي من 20 ل25 دقيقة. مش عايزة أقول لكم النتيجة خطيرة إزاي وجميل إزاي، وإن شاء الله هيعجبكم لمّا تجربوه. وفعلًا يعني أتمنى إن أنتم تجربوه، هيضبط معاكم من أول مرة. وبالهنا والشفا، وكل سنة وأنتم طيبين.